محبين الباستا الإيطالية والأندومي الآسيوي. اليوم لقاء الحضارات. اليوم راح نسوي الأندومي على طريقة السباجيتي الإيطالية، واسم الأكلة سميتها على وزن السباجيتي والأندومي، ساندومي. بطعم رهيب عجيب يا أخوان، إدمان، شي إدمان. بس قبل لا نبدي، لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي نوي، لا تنسون تشتركون بالقناة ولايك وشير إذا عجبكم الفيديو. بلشنا. يلا 3 2 1 اكشن. السلام عليكم. اليوم راح اسوي لكم الاندومي. الاندومي واحده من اشهر الاكلات الاسيويه السريعه اللي حضروها بالبيت. فاليوم اللي راح نسوي اندومي بنكهه ايطاليه، لان السباجيتي مثل ما نعرف هو واحد من اشهر الاكلات الايطاليه، والاندومي واحده من اشهر الاكلات الاسيويه. اللي راح نسويه شنو اليوم؟ اليوم راح نخلط الاسيوي ويا الايطالي ونطلع من عنده اكله جديده، النودلز الاسيويه في النكهه الايطاليه. تابعوني. واول شغله نسويها نجيب مقلاه ونضيف فوقها زيت، ونضيف فوقها راس بصل مقطع، ونقليه على نار هاديه، وبس يصير لونه ذهبي نضيف فوقها اللحم المثروم اللي استعملته هنا نسبته 80% لحم و20% شحم، ونقلبه كم تقليبه على النار. وقبل لا يستوي عندنا اللحم نضيف له تقريبا ملعقه كوب معجون طماطه، ونقليه مده دقيقتين، ونقلبه كل زين لحد ما يتداخل ويا اللحم، ونضيف له مي ونص النار عليه على مود يستوي على راحته. وللبهارات راح نستعمل ملعقة ماجي، وملعقة فلفل أسود، وتقريبا ملعقة صغيرة صويا صوص، وزعتر ناشف، وإذا عندكم فريش هم يمشي. بعدها نجيب الأندومي، وهنا الخيار إلكم. أنا استعملت أندومي بنكهة الدجاج، لأن أشوفها ترهم ويا اللحم ويا الروبيان ويا الدجاج. أول شغلة راح أسويها أطلع البهارات مالتها وأضيفها فوق القيمة مالت اللحم اللي طبختها. البهارات الموجودة بداخل الأندومي هي بهارات آسيوية وإلها نكهة خاصة، ولما نخلطها ويا أكلاتنا المتعودين عليها راح يطلع عندنا ميكس جديد، بأغلبية الأحيان يطلع كلش طيب. وبعد ما بهرنا اللحم ببهاراتنا المختلفة نجيب الأندومي ونضيفه فوق القيمة بدون ما نطبخه من قبل. ضروري جدا لازم القيمة ما تكون ناشفة لما نضيف الأندومي ونص النار عليها، وبس يصير طري نقلبه كل زين على مود يتجانس ويا الصوص. واخر شي قبل لا نطفي النار نخليه له سن ثوم مهروس، ما نخليه ينطبخ هواية على مود لا النكهة مالته تروح. ننزل فدوة اروح لشتلبتي، بعد نسوي شوية تنظيفات وحركات لين حسيت الدهن المطفر من الطاوة واصل للجيران. نظف عيني نظف، يا في حباب. وبس استوى عندنا الاندومي وصار جاهز، نضيف له اصابع فلفل اخضر حار. واحده من اهم الشغلات اللي يهتمون بها الاسيويين ما يطبخون الخضروات مده طويله على مود لا يفقدون فيتاميناتهم او انزيماتهم. واخر شيء نضيف عليها الكريمه هنا حسب الرغبه، تحب تخلي زايد تحب تخلي ناقص. هنا رجعنا دخلنا اللمسه الايطاليه على الاكل الاسيوي، نقلب المده دقيقه مو اكثر، وخلاص هيك اكلتنا خلصت. وقف نسيت أهم شغلة، الريحان نقطع ناعم ونضيفه فوقه. وآخر شي نضيف الريحان، اليوم يمكن قلت 13 مرة آخر شي. نضربه كم تقليبة وهيك أكلتنا خلصت هسه من صدق. وبس تخلص أكلتنا ونريد نقدمها نبرش عليها آخر شي برمزان، صار 15,000 مرة آخر شي. شيف نوي يخلص فدوة واروح لك. وللتزيين نضيف لها أي خضروات عشبية متوفرة عندنا. الله عليك، أعلق وأصفق. تعال حباب منا، انتو يلا انتهى دوركم، وقفوا على صفحة يبو. رهيب، اكتشاف رهيب، 10 من 10. البارميزان وياها رهيبة، وهذا فلفل الحار خليت آخر شي مطي نكهة كلش طيبة. ما ناقصها شي. هو شنو ما ناقصها شي؟ كل ما أسوي أكلة ما ناقصها شي. بس أحس اللحم قليل، كان المفروض أحط بعد هواي لحم، بس هي بصراحة كلش طيبة. أنا بصراحة أحب الأندومي أسويها بهالطريقة أكثر من السباجيتي. فلفل بارميزان، أنا هذا البارميزان ما يكفيني، أريد بعد. هسه قاعدة تحصان على قولة أحمد البشير. لازم تكثرون من البرمجان. نسوي ستوري في الانستغرام. قاعد هنا، لا تنفتحين بشرفك. بابا انا كلش تنقهرون، انا كلش تكرهوني. يو بيبي يو، جنن. بعد وحده انا وانت نسوي لي بلوك، خلينا شوي عليها برمزان. شوف شلون البرمزان لازق عليها، ويلي. عجيب
إذا عجبكم الفيديو أنصحكم تجربوها وكتبوا لي بالكومنت، وكالعادة لا تنسون تسوون لايك وشير وتدزون الفيديو لأصدقائكم. كان معكم الشيف نوي واستوى ما يستوي.